عارف انت لما تكون طالع من تمرينة حديد كده وتحس ان العضلة بتاعتك بص منفوخة نفخة بنت لذينة، فتحس نفسك وحش. فانت عايز بص اي حد هيقابلك انت عايز تتخانق مع اي حد. ولسوء حظك اول واحد يقابلك الكابتن بتاعك، فتخش عليه فارد جسمك كده، واول ما تمسك ايديه يمسك ايديك، في هنا بقى مرحله الشك، تقول يا نهار اسود انا اللي خلاني ادخل في حيطه سد. ده اللي حصل بالظبط النهارده في مباراه قطر والاكوادور. قطر نزلت في البدايه، بصراحه اول ثواني دي الواحد قال ان قطر بص هتعمل حكايه، ضغط عالي وكوره في العمق ومش عارف ايه بالظبط 50 60 ثانيه. على طول كوره عرضيه سعد الشيب اللي جاب العيد فعلا. لان بص المباراه كلها اتغيرت من الهزه اللي عملها سعد الشيب، الكره الهدف اللي اتلغى ده خلى اللعيبه كلها ركابها خبط بعضها. اه انا معاك ان انت لعبت في تصفيات اللي هي كاس العالم مع في المجموعه بتاعه اوروبا، ولعبت في الكونكاكاف، ولعبت في امريكا الجنوبيه، كل ده احتكاك زي الفل. لكن ده كل مباراه وديه، الجد في كاس العالم. لان انت النهارده بتلعب قدام 70 او 60 الف متفرج وقدام رئيس دولتك، فالوضع كله صعب على كل اللعيبه مش على اي حد بس. في الوقت ده اللي حصل فيه هزه للعيبه وخلاص الشك دخل قلوبهم ان الدنيا هتبقى صعبه. بصراحه لعيبه الاكوادور العيال بسم الله ما شاء الله عليه بص حيطان زي ما بيقول. كان المفروض على المدرب ساعتها يبدا يناديهم ويكلمهم ويقول لهم باصوا على الارض، حاولوا ان انتوا تاخدوا الثقه في نفسكم من تاني، لكن هو ساب الدنيا. بس هو واقف على الخط، كل ما الكاميرا تيجي عليه ويعمل ليه يا ابن الحلال ما تكلموا لهم باصوا كوره على الارض وتعمل. خلاص خدنا الهدف الاول من ضربه جزاء من سعد شيبي. انت يا سعد لا منك كسرت كسره كويسه ولا منك ان انت خدت الكوره. وحصل ضربه الجزاء على المنتخب القطري. قلنا مثلا قطر في ردة فعل ولا حاجه، ما حصلتش خلاص ردة الفعل، وخدنا الهدف الثاني. لما خدنا الهدف الثاني هنا جه بقى دور المدرب، بدأ يقول لهم تعالى يا عم عبد الكريم حسن، بدل ما نلعب ثلاثة ورا لا رحل انت ناحية الشمال، وتعالى يا اكرم يا عفيف من قدام العب في وسط الملعب عشان تمسك الكوره. وفعلا ده حصل، وكان في شكل اي نعم ما كانش فيه خطوره، لكن كانت في كوره بتتمسك في وسط الملعب. وفضلوا مشي على المنوال ده مع لحد الدقيقه 45 لاخطر هجمه لمنتخب قطر، عرضيه من الهيدوس او الهيدوس. يا عم عبد المعز علي يا هداف اسيا يا نجم النجوم، دي محتاجه فلسفه؟ ما ادخل على طول كوره جايه ادخل بدماغي فيها، لازم أنا على جنب. خلاص قلنا خلاص الدنيا هتبقى حلوه وهيبداوا الشوط الثاني. وفعلا ده الكلام اللي بقول عليه ان كاس العالم غير ده اللي حصل في بين الشوطين. لما انت جات الكاميرا على الهيدوس اللي هو كابتن الفريق، لما بقول لهم يا جماعه ده كاس العالم ويلا ويلا، نزلوا الشوط الثاني زي الشوط الاول بالظبط. بصراحه كل حاجه كانت بص جميله فوق الخيال، من تنظيم، من اللي هو الاحتفاليه اللي كانت افتتاح كاس العالم، كل حاجه زي الفل وماشيه زي العسل. وعندنا رغبه ان احنا نتفرج، الى ان جاء لاعيبه منتخب قطر وسدوا نفسنا عن كل حاجه خالص. لا في روح يا ولد ولا في اي شيء خالص. لكن على العموم ده كاس العالم، ان شاء الله يقدروا يعوضوا في المباراه القادمه. ونتمنى ان منتخب السنغال الممثل الافريقي غدا ان شاء الله يعمل حاجه بامر الله تعالى. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.